السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدي وأموات المسلمين أجمعين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب. كيفكم أحلى أخوات؟ إن شاء الله بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وطبخة آه، يعني يمكن تكون شتوية، لكن هاي الطبخة زي ما بيحكوا شهوة، يعني بتيجي سبحان الله الواحد يشتيها خلص بده يطبخها. فخليكم معي لآخر الفيديو، خلينا نشوف شو طبخنا مع بعض بعد قهوة الصباح. طبعا هاي اللي هي قهوة بعد الظهر هي مش قهوة الصباح، فلسه رجعنا لنظام التأخير شوي. يعني سيطرت على الوضع لفترة ورجعت. يعني ما قدرت صراحة. فبحكي خلص، يعني طالما هو الجو هيك الجو حامي يعني، وأصلا الأولاد إذا صحيوا بدهم مثلا يضلوا رايح جاي على الحوش برا مثلا، أو على الدكانة أو على، فبحكي خلص خليهم نايمين في النهار، وفي الليل في الدار يا بيلعبوا مع بعض ألعاب، اللي هي الألعاب اللي بيلعبوها، يعني يا إما مونوبولي، يا إما على التليفونات، يا إما مثلا والله جديد صايرين يستلموا هاي حاكم جلاد، إذا بتعرفوها لعبة قديمة إحنا كنا نلعبها أيام زمان. فأنا مبسوطة إنهم صايرين يلجؤوا شوي لألعابنا القديمة. المهم يعني إنه في الليل ما في طلعة خلص يعني، فبيصحوا هم تقريبا على 3 على 4. رجعوا لهذا النظام. حاولت إني أنظمهم شوي لكن ما في فايدة. فبرجع بحكي خلص هي يعني هيك الدنيا شوب أصلا، والجو كثير حامي، وموجة الحر هاي اللي جاي كمان علينا، فما بدي إياهم يطلعوا برا أبدا. الله المستعان. اللهم أجرنا من نار جهنم يا رب العالمين، أنا وجميع متابعاتي يا رب وجميع المسلمين. فعملنا قهوتنا لما صحينا، وزي ما انتم شايفين يعني الغاز نظيف، فأنا بحبش أشرب قهوتي إلا على نظافة. لو صاحية متأخرة، لو صاحية الصبح، لو صاحية العصر، لو أي وقت، يعني خلص ما بحبش أشرب القهوة إلا على نظافة. فبنخلص شغل البيت ونعمل المطبخ كمان، أكيد يعني هو أهم إشي أنا بالنسبة إلي. شايفين قهوتي كيف بوجه وريحتها بتجنن. تفضلوا. يلا اعملوا قهوتكم طالما الفيديو لسه بأوله، وهو الفيديو اليوم مش كثير طويل، مش راح أطول عليكم كثير. اعملوا القهوة وتعالوا خلينا نحضر الفيديو مع بعض، وإن شاء الله إنه يعجبكم الفيديو. فالأكل اليوم تراثية، وما شاء الله يعني هاي الأكلة مطلوبة ومحبوبة، إلا أولادي ما بيحبوها كثير، اللي هي أكلة المفتول الفلسطيني يا بنات. انتوا عارفين هاي الطبخة المفتول هذا قد ايه له عندي بالفريزر؟ أختي الله يسعدها ويعطيها الصحة والعافية يا رب ويبارك لها في أولادها، أعطتني هاي الطبخة تقريبا من شهرين وشوي، وأنا يا بنات حاطها بالفريزر، والأولاد مش مشجعيني إني أطبخها. حتى أيام ما كانت أمي موجودة بالغور، إذا بتتذكروا كانت ساكنة عنا فترة، أيامها حتى كنت بدي أطبخها مع طبخة أمي، يعني طبختين مع بعض أعملهن ويعني ناكل مع بعض. حتى أهلي ما شجعوني، يعني أمي وإخواني ما تشجعت يعني منهم مزبوط إنه نطبخ الطبختين مع بعض. فبحسهم زي ولادي مش كثير حابين المفتوح، مش عارفة ما فهمت عليهم، فحكيت خلاص أنا بطبخ الطبخة بعدين لما هيك يعني أحس إنه مشتاقين للمفتول. ف إلي فترة والله إني أنا يعني باشتهيه، مش إنه ما باشتهيه، أنا مش كثير مغرمة فيه، بس باحبه لمّا يكون موجود باطبخه وباكله وباسحب فيه يعني. وأبو عمر نفس الإشي، وعندي بنتي الكبيرة كمان بتحبه، بس الباقيين لا والله إنه مش مشجعيننا إننا نطبخ المفتول. فإله فترة طويلة بالفريزر. اليوم حكيت لهم خلص بدي أطبخ المفتول واللي مش عاجبه هو حر. فحكوا لي طيب وإحنا شو بدنا ناكل، وإحنا واعترضوا. شوف أنتوا عارفين يعني الأولاد، فأنا حكيت لهم يعني أنا بقدرش إني ما أطبخ لهم مش إشي ياكلوا يعني أكيد. فاتغلبت وعملت لهم طبخة ثانية عشان أطبخ أنا المفتولات. فطبخت في نفس اليوم طبخت طبختين، طبخة المفتول وطبخة اللي هي المقلوبة. هم طلبوا يعني مني مقلوبة. فطبخة المفتول يعني لما تكون عندك مفتولة وجاهزة، وحتى حطيت لها أختي الدفنة تبعتها، هاي بيحكوا لها الدفنة كمان، وما شاء الله نكهته بهاراته ما شاء الله إشي روعة. يعني عن جد يسلم إيديها يا ربي، معلمة كثير في المفتول، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يعطيها الصحة والعافية يا رب. وبس أنا عملت اليخنة صراحة، وسلقت الدجاج ونقعت المفتول بالشوربة. هسا أنا طلعت المفتول من الصبح عشان يدوب، لأنه كان بالفريزر بديش إياه أحطه أحط الشوربة يعني عليه
وهيك يضلوا بارد. هسا إذا طلعتيه من الفريزر وما كان لسه فاك مزبوط بتقدري تحطيه برضو على مي سخنة على الشوربة نفسها، وهي سخنة بتغلي، فبتحسي إنه بتفكفك وبدفى، وبعدين تنقعيه بالشوربة. هون أنا اليخنة تبعتي كثير سهلة. قلبت البصل عملته شرايح، والشرايح عملتها لا هي رفيعة كثير ولا كثير غليظة. في ناس بخلوا البصل روس حتى زي ما هو، بس أنا بحكي دائما خير الأمور الوسط. فعملته شرايح وما دبلته مزبوط عشان بدي إياه هيك يعني حتى ما خليته يعني يتحمر ولا إشي البصل، بدي إياه يكون هيك يعني إنه يعني يبين في الطبخة. وحطيت بطاطا مكعبات، في ناس بيحطوا قرع، والقرع كمان يمكن أزكى من البطاطا، بس صراحة أنا ما عندي، حطيت بطاطا. وفي كمان أنا مرة عملته بجزر برضو كان كثير زاكي. وحطيت عليه صراحة حمص حب، يعني أنا يعني ما سلقت حمص ولا إشي، جبته علب صفيته من المواد الحافظة وغسلته، وحطيت حمص حب كمان، وحطيت نص شاف تقريبا من صلصة البندورة. والبهارات ما تكثري بهارات على المفتول عشان تذوقي طعمه مزبوط، يعني إذا حطينا كثير بهارات على المفتول بيخرب طعمه، ما بتحسي في طعمه. بس أنا حطيت فلفل أسود وماجي، وإيش حطيت اللهم صل على سيدنا محمد، شوية كمون لأنه عشان النفخة يعني، أشياء بسيطة، وكركم، أيوة فلفل أسود وكركم وكمون وباكيت ماجي بودرة. بس ما حطيت أشياء كثير عليه، لأنه المفتول إذا كثرنا بهاراته بصير يعني زي اللي تحسيش في طعمه. وهون يا بنات جهزت للمقلوبة كمان. صراحة بقدرش يعني بهونش علي إني أنا أطبخ طبخة وناكل إحنا منها والولاد، يعني شو بدهم ياكلوا مثلا، فخلص الناس أذواق، هم ما بيحبوش المفتول، شو بدي أعمل لهم يعني. فعملت طنجرة صغيرة مقلوبة، وسبحان الله المقلوبة بتبرك كمان. فلما عملت يعني تقريبا كاستين ونص رز بس وشوية شعرية مع المقالي تبعاتها، ما شاء الله حسيتها بركة، حسيتها يعني كثير، لو إني قللت شوي كمان منها، بس الحمد لله رب العالمين ما كبيت إشي. وديت لأصحاب النصيب من المفتول ومن المقلوبة، الحمد لله رب العالمين، الله يكتب لنا الأجر يا رب. آه، فهون بنات شايفين المفتول بورجيكم فيه هاي الأشياء، البصل البني مع البهارات هاي تبعاتها، هاي اللي اسمها الدفنة، في ناس بيحكوا لها اسم ثاني مش عارفة شو اسمها والله. اشتهيناه، وأنا والله كل ما أفتح الفريزر بتفرج على هالمفتولات وبصيح عليهن حزنان عليهن، متى بدي أطبخكن متى بدي أطبخكن. فاليوم حكيت لهم والله ما في، خلاص مش راح أحل عنهن، بدي أطبخهن اليوم مع إنه الجو حامي بالرغم من حرارة الجو والشوب اللي إحنا فيه. لكن أنا ما بيهمني، خلاص الواحد سبحان الله طالما هو عند المكيف قاعد يعني، فخلص ما في بأثرش الشوب علينا الحمد لله. الله يديمها نعمة والله، اللي اخترع المكيفات هذا يعني ما شاء الله، لازم يتوج. هسا أكيد يعني عظامه صارت مكاحل الحمد لله رب العالمين على كل حال، الله يديمها نعمة يا رب. هون المقلوبة يا بنات استوت، وزي ما شفتوا نقعنا المفتول بالشوربة. شايفين الشوربة اللي حطيتها كلها شربت، المفتول يعني شربها هيك، شايفين كيف ما ضل عليها ولا نتفة مي. وهي مقلوبتي اللي بتشهي كمان، طلعت المقلوبة رائعة. يعني أنا أكلت صحن مفتول مليان ما شاء الله تبارك الله يعني أول مرة حتى آكل هيك في المفتول. يعني أنا عشاني مشتهيته زمان ما أكلته، ولا أنا مش من عشاقه يعني، عادي مش من عشاق المفتول، ما يعني بس على شهوة جاي وزمان ما أكلناه فلا سحبنا يعني فيه، الحمد لله كان كثير كثير زاكي. إن شاء الله ربي يسلم إيديها ويعطيها الصحة والعافية أختي يا رب، على على هيك مفتولات، عن جد عن جد روعة. كمان يا بنات الدجاج حمرته تحمير، وشوفوا كمان لون الدجاج تحت المقلوبة كثير 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 يعني المقلوبة حتى كمان طلعت كثير زاكية. والحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وبس هيك الفيديو، يعني أنا حبيت أشرح لكم طريقة المفتول لما يكون عندك جاي المفتول جاهز مش أنتي تفتيليه، يعني هي طريقة عمل اليخنة. بعدين اليخنة يا بنات إلها أكثر من طريقة، يعني ما تحكوا لي ليش أم عمر حاطة هيك ليش حاطة، في ناس على فكرة بيعملوها حب كامل وبيحطوا بس بصل وقرع بصل وقرع وبطبخوها مع شوربة مع حمص حب، ومع شوربة بطبخوها مش مع صلصة. والناس أذواق يعني، وكل يعني كل بلد حتى بفلسطين نفسها كل بلد بتطبخه شكل. فعرفتوا شو، إن شاء الله ألف صحة وعافية يا ربي على اللي أكلوا وعلى اللي شافوا الفيديو. وهون طبعا بعد آخر يعني بعد المغرب آه بعثت لي بنت سلفي بتحكي لي تعالي اسهري عنا.
قاعدين، فرحت غيرت جو، وهاي ضيافتهم الله يجزيهم الخير. وبالمناسبة هسه خلينا ندعي لطلاب التوجيهي قبل ما يخلص الفيديو. الله ينجح كل طلاب التوجيهي يا رب، ويفرح أهاليهم، وربي ما يضيع لهم تعب، وإن شاء الله ربي يشافي كل مريض يتألم إن شاء الله، وربي ينول كل متابعاتي شو ما بتمنن يا رب. يا رب تعطي كل متابعاتي ما يتمنن يا رب يا رب. هاي دعوة من القلب يا بنات، وبحبكن في الله، وإن شاء الله الفيديو اليوم يكون خفيف ولطيف ويعجبكم بإذن الله. بشوفكم بفيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما أحكي لكم سلام بدي أحكي لكم إنكم ما تنسوني من اللايك يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو. فبتمنى إنكم ما تنسوا اللايك، وتشيروا لي قناتي إذا بتقدروا كمان. طماعة أم عمر معلش أنا بعرف إني طماعة، بس طمعانة بالأجاويد. وبدي أحكي لكم كمان اللي فايتة على قناتي ومش عاملة اشتراك، يا ريت تعمل اشتراك إذا عجبتها قناتي. وبشوفكم بفيديو جديد وروتين جديد. سلام.